بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة مع بعض وصفة جديدة، وصفة سهلة جدا، وصفة أمي الله يرحمها، ألف رحمة ونور عليها وعلى أبويا وأمتنا وأموات المسلمين. هنصلي على الحبيب المصطفى وهنبدأ مع بعض. النهاردة معانا إيه؟ معانا كفتة، معايا نص كيلو لحمة مفرومة، معايا بصلتين صغيرين، لو عايزة بصلة كبيرة خلاص تمام، هي بصلة واحدة كفاية، وتوم، بطاطساية متوسطة، معايا الخضرة بتاعة الكفتة، معايا البهارات بتاعتي، ملح وفلفل وكمون وبهارات لحمة وقرفة. لو عايزة تحطي عليها بهارات كفتة مفيش مشكلة، لو حابة أي بهارات انت بتحبيها في الأكل بتاعك تحطيها عليها برضو مفيش أي مشكلة. ومعايا كمان كوباية رز مغسولة وسايباها بس على جنب، هنشوف هنعمل بيها ايه في الآخر. دلوقتي أنا باقطّع باحط كل الخضار اللي معايا في الكبة، هافرمه أو هاضربه يعني إيه، فرمة بسيطة كده. مش عايزاه أفرمه خالص يبقى ناعم أوي عشان ما ينزّلش المَيّة بتاعته، أنا مش عايزة المَيّة، آآ مش محتاجاها بصراحة في الكفتة إنها تبقى ليّنة، لأ مش عايزة الموضوع ده، لإني مش هاحط بقسماط ومش هاحط حاجة تمسك الكفتة، فمش محتاجة المَيّة بتاعتها. هانزّل بقى اللحمة المفرومة بتاعتي بعد ما ضربت الخضار بتاعي زي ما أنتم شايفين مش ناعم، وهانزل زي ما قُلت لكم بالبهارات كمان، وهاضربهم بقى ضربًا مبرحًا لغاية ما يختلطوا مع بعض والعجينة بتاعتي تبقى ناعمة وجميلة. ضربناهم أو خلطناهم، وهانزل بقى بكوباية الرز. كوباية الرز أنا هاحطها يا دوب إن هي تتلف بس مع اللحمة، بدل ما أنا أعجنها بإيدي قُلت أحطها في الكَبّة أسهّل على نفسي، يعني أنا غاوية وجع قلب هاعمل إيه، حطيتها يا دوب خدت لفة بس إن هي اختلطت معاه. ليه بقى يا حبايب قلبي؟ لإن الكفتة دي اللي هي الكفتة البانيه أو الكفتة الغمراوي أو كفتة أمي الله يرحمها زي ما قُلت لكم في الأول. آآ زي أنتم شايفين يا دوب اختلطت، أنا مش عايزة الرز يتفرم فيها أو يتطحن، لأ أنا عايزة الرز زي ما هو، حبّاية الرز صحيحة زي ما هي. أنا نزّلتها من الكَبّة بتاعتي وكمان باخلطها بالمعلقة أو باقلبها بالمعلقة، ما حطيتش إيدي فيها زي ما أنتم شايفين كده، يا دوب بالمعلقة وهي ما فيش أي مشكلة، أحطها بقى في التلاجة من 10 دقايق لربع ساعة، تاخد وتدّي بقى بشكل وِدّي مع البهارات، تتّبل كده وتبقى زي العسل. زي ما أنتم شايفين طلّعتها من التلاجة وطبعًا لبست جوانتي بقى، إحنا هنحط إيدينا في اللحمة. عايزة تفرديها بين أكياس ما فيش مشكلة، لكن بصراحة أنا بالنسبة لي كده باحطها على إيدي وبافردها بإيدي بتبقى سهلة. باحبها تبقى بالسمك ده، مش عايزاها يعني سميكة أكتر من كده عشان ما تاخدش سوية كتير في التسوية، ما تاخدش وقت طويل يعني. هاعملها بالشكل ده. لو أنتِ حابة تكبّريها عن كده تخلّي القرص مدوّر وأكبر من كده ما فيش مشكلة، لكن بصراحة ما انصحكيش إن أنتِ تصغّريها عن كده، لإن كده أو كده هي لحمة مفرومة وهتكِش معانا في التسوية، فتبقاش صغنّنة كده وتبقى شكلها بايخ كده لو قدّمتيها في عزومة، لأ خلّيها إيه، حاجة محترمة كده تملى العين. تمام، تمام. زي ما أنتم شايفين باعملها بالطريقة دي بشكل بيضاوي كده إلى حدٍ ما، طبعًا إحنا يعني مش مهندسين، يعني مش بالمسطرة، بنعملها يا دوب شكل بيضاوي، دائري، مثلثات يا حبيبة قلبي زي ما أنتِ عايزة، الشكل اللي تحبيه. عايزة تحطيها بين كيسين وتفرديها كلها وتقطعيها بقطّعات، يا سلام، براحتك، اللي أنتِ عايزاه. أنا باعملها بالشكل ده زي ما أمي الله يرحمها كانت بتعملها، أنا هاعملها بنفس الطريقة بتاعة أمي، مش هاعمل فيها أي افتكاسات. زي ما أنتم شايفين طلّعت معانا كمية إيه، لوز العنب، يعني دي تعمليها في أي عزومة وأنتِ مغمضة بصراحة يعني، هتعمل معاكِ كمية حلوة، وكمان على السفرة شكلها هيشرّفِك، وحاجة كده إيه، بجد تحفة، وطعم ولا أروع. يعني هي مش شكل بس، لا والله شكل وطعم ومضمون وحاجة كده عسل العسل. أحطها بقى في التلاجة ونعمل مع بعض الخطوة التانية. الخطوة التانية عبارة عن إيه، حلة فيها مَيّة، أحط فيها حبهان ورق لورا، طماطماية صحيحة، فلفل أسمر وملح ومكعب مرقة، واسيبهم بقى على البوتاجاز يغلوا. وبعد كده هنعمل الخطوة الجاية اللي هي عبارة عن إيه، هاوريكم دلوقتي، خليكم معايا. بس لو وصلتِ معايا لغاية هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة لو أنتِ أول مرة تشوفيني، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلِك كل فيديوهاتي الجديدة. وكمان قولي لي أنتِ بتعملي الكفتة دي إزاي، طريقتِك فيها إيه؟ دي طريقة أمي الله يرحمها زي ما قُلت لِك، وأنا ماشية عليها والله طول العمر وحاجة تحفة التحفة. فقولي لي أنتِ بقى طريقتِك إيه، في كومنت حلو كده زيِّك يا قمر.
دلوقتي أنا نزلت بالكفتة بعد ما المَيّة دي غلت معايا والتوابل والبهارات نكهتها وخلّتها حاجة كده لوز العنب. دلوقتي حضرتِك لو خايفة من الخطوة دي إنِّك تحطيها في المَيّة ما فيش مشكلة، ممكن تحطّي عليها مصفى stainless steel، مصفى ألمونيا، وتحطّي الكفتة على المصفى إن هي تستوي على البخار، لكن بصراحة إحنا واخدين على الطريقة دي وبالنسبة لنا سهلة جدًا. هاعرف إن هي استوت إزاي؟ لمّا حبّاية الرز اللي في الكفتة بالاقيها تبقى شفّافة وكمان طرية، خلاص استوت، لإن إحنا معانا لحمة مفرومة مش هتاخد وقت، وكمان هو بس الخضار يستوى والرُزاية اللي فيها تستوى. أنا سِبتها حوالي من 5 دقايق ل7 دقايق وطلّعتها، هي خلاص استوت وطبعًا بتكِش شوية، اللحمة المفرومة أكيد بتكِش يعني، فهي كَشّت شوية لكن حجمها بالنسبة لي كده كويس، يعني مش وحشة، فعشان كده باقول لِك ما تصغّريهاش في الحجم وأنتِ بتشكّليها عشان لمّا تكِش في التسوية ما تبقاش شكلها وِحِش. معايا شوربة بتوعها دول والله العظيم طعمهم تحفة، تحفة والله يا بنات، دول ممكن أصفّيهم أعمل عليهم ملوخية، أعمل بيهم فتّة، حاجة كده والله العظيم لوز العنب تحفة، تحفة، أنا باحبهم جدًا، أنا عن نفسي باموت فيهم. دلوقتي أنا سايباها تبرد وتهدى خالص، لو حابة تفرّزيها كده أنا نسيت أقول لِك إن في الأول بعد ما كنت شكّلتها، لو أنتِ حابة تحطّيها في الفريزر بتفرديها على صينية وتدخّليها في الفريزر لغاية ما تبدأ تتجمد وتلمّيها أو يعني تجمّعيها الكمية اللي أنتِ عايزاها في أطباق زي دي أو في علب وتحطّيها في الفريزر، لكن أنا باحب أفرّزها بصراحة في المرحلة دي، زي ما أنتم شايفين الطبق اللي أنا حطيتها فيه ده هافرّزه والباقي هنعمله بقى مع بعض، هنكمّل الخطوة الجاية، تمام، زي ما أنتم شايفين كده الخطوة الجاية هتبقى معانا إيه، آآ هنعمل الcover بتاعها، الcover بتاعها عشان نحمّرها، الcover عبارة عن إيه، كوباية دقيق، 3 معالق نشا، 3 بيضات بلدي، لو عندِك اللي هو البيض الكبير اللي هو البيض الكراتين بيبقوا بيضتين 2 بس، لو مش حابة تحطّي بيض خالص ما فيش مشكلة بتشيليه وتحطّي نُص معلقة baking powder. دلوقتي أنا حطيت ملح، فلفل أسمر، وسِنّة قرفة، دي البهارات بتاعتي، البهارات اللي أنتِ بقى حابة تضيفيها حاسة إن طعمها هيكون أحسن اتفضلي حطيها ما فيش أي مشكلة خالص، إحنا دايمًا بنقول إن المطبخ كلّه اختيارات وإضافات من عندِك، أنتِ حابة تضيفي حاجة أنا ما عملتهاش تمام ما فيش مشكلة، ما دام هتكون أحسن، الوصفة هتكون أحسن من وجهة نظرِك لو ما هتضيفي حاجة خلاص تمام ما فيش مشكلة اعمليها. أنا دلوقتي حطيت البيض، حطيت البهارات بتاعتي، حطيت النشا، كل ده على الدقيق أو الطحين بتاعي، معايا مَيّة أو حليب اللي هو لبن يعني، عايزة تحطّي عليها لبن تمام ما فيش مشكلة هيزوّدها قيمة غذائية أحسن، بس ما فيش عندي دلوقتي أحط مَيّة ما فيش مشكلة خالص ومش هيفرق معايا في الطعم. دلوقتي أنا خلطتها مش عايزاها تبقى تقيلة زي الكيكة وما تبقاش مَيّة، تبقى برضه لها سُمك كده، زي ما أنتِ شايفة المعلقة تغطّطها كده أنا عايزاها تبقى يا دوب تغطّي بس، أنتِ حابة الcover بتاعِك تقيل خلاص ما تتقّلي بقى الخليط ده، خلّيه يبقى سميك شوية، تقيل شوية، لكن هو بالنسبة لي أنا كده فُل والله العظيم، هو كده حلو أوي. أبدأ بقى أنزّل الكفتة بتاعتي فيها وأبدأ أحمّر. زي ما أنتِ شايفة الزيت مش كتير أوي، وبرضه ما يكونش حاجة قليلة، يعني حاجة في الوسط كده خلّينا إيه، آمم يعني أفضل الأمور الوسط. دلوقتي أنا حطيتها وطبعًا يعني زي ما قُلت لكم قبل كده كام مرّة، معلش اعذروني إن الإضاءة عندي في المطبخ بعافية شوية، إن شاء الله نضبّطها. ف عاطياه لون الكفتة عاطياه غامق، لكن والله هي لونها فاتح وجميل جدًا، لونها دهبي. زي ما أنتم شايفين بالطريقة دي، أنزّل الكفتة في الخليط وأغطّيها وأطلّعها أحطّها في التحمير، وهنفضل على كده لغاية ما نخلّص كل الكمية اللي عندنا. وزي ما أنتِ شايفة كده إن الخليط بتاعي وأنا بانزّل الكفتة بينزّل شوية زيادات في الزيت، ما فيش مشكلة خالص، أنا باشيلهم وبانضّف الزيت، عادي والله يعني ده وارد في كل الأحوال. دلوقتي أنا هاكمّل كل الكفتة اللي معايا بالطريقة دي، أحطّها في الcover بتاعي، أغطّيها بالcover بتاعي وأنزّلها في الزيت تتحمّر، بالطريقة اللي أنتِ شايفاها ديّة. وزي ما قُلت لِك لو عندِك طريقة تانية ابعتيها لي، بس أنا برضه مش هاكذب عليكِ، أنا هاستمر على طريقة أمي الله يرحمها اللي علّمتها لي واللي بنحبها واللي فضلنا عليها طول عمرنا إن شاء الله، تخليدًا طبعًا لذكر أمي الله يرحمها.
دلوقتي هنحطها زي ما أنتِ شايفة كده، أغطّي بالcover أنزّلها في الخليط أغطّيها بالcover وبعد كده أحمّرها، وخلّي بالِك برضه إن هي بتتحمّر معايا بسرعة، هي ما بتاخدش وقت في التحمير، فما تحطّهاش وتسيبيها ويعني تنشغلي في حاجة تانية. ما شاء الله هي معايا كمية حلوة، النُص كيلو بيفرُط معاكِ كمية ما شاء الله، فيعني اعمليها في أي عزومة تبقى عندِك بقلب جامد ما تخافيش، هتشرّفِك بصراحة. وكمان لولادِك نُص كيلو هيعمل لِك أكتر من مرّة، يعني أكتر من أكلة. زي ما أنتم شايفين اللون باين بُني، لكن في الآخر هتصدقيني وهتعرفي إن هي دهبي، وسيبِك من اللون دلوقتي خلّينا في الطعم، لإنِّك في الآخر هتكتشفي إن اللي باقي منها الطبق اللي هتشوفيه. ده ليه بقى؟ لإن واقف جنبنا أحباب الله بألف هنا وشفا على قلبهم. زي ما أنتِ شايفة شوفي لونها دهبي إزاي عشان تصدقيني لمّا أقول لِك إنها دهبي. ما شاء الله مقرمشة والله العظيم طعم تحفة ولا غلطة. وده كان الفيديو بتاعنا في قناة أم طارق وعمايل إيديها. أتمنى إن هو يعجبكم وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم